قعدت في الشارع والناس كلها عمالة تبص لشكلي، وانا مكسوفة من نفسي ومش عارفة اتصرف ومش عارفة اروح فين بمنظري ده، لحد ما فكرت في منى صاحبتي. هي الوحيدة اللي اقدر اروح لها بالشكل ده من غير ما اتكسف منها انها تشوفني بالشكل ده. وفعلا رحت لمنى بيتها، واول ما فتحت لي الباب اتفزعت من شكلي وقالت لي بقلق: ايه اللي عمل فيكي كده؟ في ايه يا رحمة؟ كده البهدلة اللي انتي فيها دي؟ رديت عليها وقلت لها: هيكون مين يعني يا منى؟ قالت لي وهي متضايقة: تاني يا رحمة؟ عصام اللي ضربك تاني بالمنظر ده؟ برضه سمحتيله يبهدلك بالشكل ده؟ وطبعا ما قلتيش لأهلك زي كل مرة. رديت عليها وقلت لها: اقول لهم ايه يا منى؟ بس انتي عارفة اهلي لو عرفوا ممكن يصمموا يطلقوني منه. ردت عليا وقالت لي: يعملوا اللي يعملوه، المهم يربوه ويعرفوه قيمتك، وانا بالنسبة ليا تتطلقي بكرامتك احسن بكتير ما تعيشي عيشة كلها ذل واهانة. اتعصبت عليها وقلت لها: انت عايزة بيتي يتخرب؟ طب وبنتي اعمل فيها ايه؟ اربيها ازاي؟ وبعدين عصام طيب، هو بس عصبي شوية وما بيحسش هو بيعمل ايه، وكل مرة بنزل تحت عند باباه ومامته بيرضوني ويطيبوا خاطري وبيبهدلوه ويهزقوه عشاني، بس هما المرة دي ما كانوش موجودين. منى بصت لي بضيق وعدم اقتناع، وكالعادة ما اقتنعتش بكلامها. كلنا بندور على حاجة واحدة بس، إننا نبقى سعداء. وبعد تفكير وتحليل طويل، قناة حكايات وبنعيش جواها ووصلت للروجيتا السحرية: إننا طول ما احنا عايشين لازم يكون عندنا يقين وأمل، إن أحلى حب في حياتنا لسه ما عشناهوش، أحلى طعم لسه ما دقناهوش، أحلى مكان لسه ما رحناهوش، أحلى كلام لسه ما قلناهوش، وأحلى يوم لسه ما عشناهوش. لازم يفضل جوانا أمل ويقين، ونفضل مستنيين الحاجة الحلوة الجاية، وهتيجي بإذن الله. القناة دي اتعملت عشان تكون مكان الأمان والصدق لكل واحد فينا، مكان تحكي فيه وتسمع فيه قصص تمس قلبك وتديلك أمل جديد في الحياة. لو عندك قصة نفسك تحكيها وتبقى أنت بطل الحكاية، ابعتها لينا واحنا هنحكيها للناس ونشوف رأيهم في التعليقات. تقدر تتواصل معانا على جروب الواتساب. ويلا بينا نبدأ ونصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوف أحداث قصتنا اللي جاية هتاخدنا لحد فين. لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أنا رحمة، متجوزة عصام جوزي من 6 سنين. كان جواز عن حب على فكرة، وقبل الجواز كان معيشني الأحلام الوردية وإني هبقى ملكة على عرش قلبه. كنت مصدقاه قوي ومش شايفة غير حبه ليا، خصوصا إني عرفته وحبيته بعد ما خرجت من تجربة حب فاشلة جدا. عشان كده لما جالي عصام قال لي إنه بيحبني، حسيت ساعتها إن طوق النجاة اللي جالي عشان يخرجني من الحزن اللي كنت فيه. كل يوم كان بيعدي عليا كنت بحبه فيه أكتر وأكتر، لحد ما اتجوزت. الأحلام اتحولت لكوابيس. عصام اتغير معايا وبان على حقيقته، قاسي وطبعه صعب وبإيده سابقة لسانه، وعلى طول يهني، يا إما بالشتيمة أو بالضرب. في الأول لما كان بيهني كنت أزعل وأدخل أوضتي، كان يحس بغلطته ويدخل يصلحني بكلمتين، وأنا طبعا كنت بسامحه من غير أي عتاب. ما هي الست لما بتحب بجد ما بيبقاش في قلبها غير السماح. لكن الوضع اتغير، خصوصا بعد ما خلفت بنتي نور. بقى حتى الكلمتين اللي كان بيرضيني بيهم بعد ما يهني بيستخسرهم فيا، وانا اللي بقعد اصبر وراضي نفسي واتعامل وكأن مفيش حاجة حصلت عشان احافظ على بيتي ومخربوش. منى صاحبتي الوحيدة اللي فضلت معايا من صحاب الجامعة، خصوصا وان عصام منعني عن كل صحابي بعد الجواز. منى كانت شايفة ان علاقتي بعصام غلط، وكتير حذرتني منه قبل الجواز. كانت شايفاه لعبي وعلاقاته كتير، لكن انا ما كنتش شايفة اللي هي شايفاه.
كان حبه عميني عن حقيقته، ولما اتجوزت ظهر على حقيقته، وقناع الحب اللي كان لابسه وقع. روحت من عند منى وملقتش قدامي غير ان ارجع بيتي، واول ما دخلت لقيت عصام قاعد مستنيني وقال لي: الهانم كانت فين؟ رديت عليه وقلت له: وانا همك في ايه كنت فين؟ مش كفايه البهدله اللي بهدلتهاني؟ مش انت اللي طردتني بره الشقه؟ مسك دراعي ولواه ورا ظهري وانا بصرخ، ورد عليا وقال لي: الست المحترمه لما جوزها يكلمها ترد عليه بأدب، ده لو اهلك كانوا علموكي يعني ايه أدب. ورماني على الارض، وقعت قدام بنتي اللي كانت بتعيط من اللي شايفاه، وسابني وخرج كالعاده. خدت بنتي في حضني وطمنتها. مرت الايام وعصام ما تصلحتش احواله، بالعكس كانت بتسوق كل مره، على اقل خناقه يضربني ويطردني بره البيت، وانزل عند اهله اللي شقتهم تحت شقتنا، وتقعد مامته تراضيني وبابا يطلع يكلمه. ما كنتش عارفه ان مش عصام لوحده اللي كده، وان العيله كلها اقنعه محطوطه على وشوش بتمثل المثاليه. كان بابا لما يطلع يكلمه كان يقوله: عفارم عليك يا ابني، ايوه كده اشكمها واكسرها عشان ما تعرفش تفتح عينيها فيك. عصام كان بيرد عليه ويقوله: طب لما انت عاجبك اللي بعمله معاها يا بابا، لازمتها ايه المحايله والطبطبه؟ الرد عليه وكان بيقوله: لازم يا ابني نعمل كده، والا هتروح تشتكي لاهلها ويمسكوا عليك غلطات. لازم اي مشاكل ما تطلعش بره البيت ده، ان شاء الله تقطع لحمها واحنا نلمه، المهم اهلها ما يعرفوش. احنا مش ناقصين مشاكل، وكويس انك كسرت عينيها من اول يوم وذبحت لها القطه. عصام كان بيقول له كلمته المعهوده: اطمن يا بابا، رحمه بتحبني وعمرها ما هتقول لاهلها. كان عنده حق فعلا، انا كنت بحبه لدرجه اني كنت بخاف اقول لاهلي عشان ما يحصلش مشاكل ويتخرب بيتي. كنت فاكره اني بحافظ على بيتي. ده كان ملخص حياتي مع عصام، لحد ما في يوم اتخانق معايا وضربني زي عادته. بس المرة دي ما قدرتش استحمل، وجريت على بيت أهلي اللي اتخضوا أول ما شافوني، وكانوا ناويين يتخانقوا معاه، لكن أنا منعتهم وطلبت منهم ما يعملوش مشاكل معاه، وكله عشان نور بنتي. مرت الأيام وأنا في بيت أهلي، وعصام حتى ما فكرش يسأل عليا بتليفون. وبعد أكتر من شهر لقيته جاي وبيطلب مني إن أسامحه وأرجع له. رفضت وقلت له: لا، كفاية كده، أنا تعبت. مسك إيدي ودموعه مغرقة وشه وقال لي: سامحيني يا رحمة، أنا عارف إني تعبتك معايا كتير، بس غصب عني. أنا لما بتعصب ما بشوفش قدامي، بس صدقيني أنا بحبك وما أقدرش أعيش من غيرك، وأوعدك إني هتغير وهغير أي حاجة مضايقاكي فيا. كلامه ليا ودموعه وجعتني قوي. ضعفت غصب عني. عصام مش بس جوزي، عصام كمان حبيبي. صدقته وسامحته ووافقت ارجع معاه على امل ان حاله يتصلح ويبقى احسن من الاول. لكن صدق اللي قال: اللي فيه طبع ما بيغيروش. عصام حاله ما تصلحش، وفضل يتمادى في غلطه ويبقى اصعب واصعب، لدرجة انه وصل بيه الحال انه يشرب منكرات في بيتي. ولما كنت اعترض ما كنتش بلاقي منه غير الضرب والاهانة، ونعيد الكرة من تاني، واغضب واروح عند اهلي ويرجع يصالحني ويطلب مني السماح ويوعدني بالوعد اللي عمره ما نفذه ليا انه هيبقى احسن من الاول. لحد ما حصلت الحاجة اللي هزت موازين علاقتنا للأبد. كنت في يوم خارجة مع منى بنشتري حاجات من وسط البلد، ومرة واحدة وقفت مكاني مصدومة وكأن رجلي اتشلت. منى قالت لي: مالك يا رحمة؟ شاورت لها بإيدي. بصت لقيت عصام ماشي جنب واحدة وحاطط إيده على كتفها وبيهزروا ويضحكوا ولكنهم اتنين في شهر العسل. بصت لي وقالت لي: مين دي؟ وازاي ماشية مع جوزك كده؟ كانت الصدمة قوية قوي عليا لدرجة اني ما قدرتش ارد. انا اتحملت كل حاجة الا الخيانة، دي اصعب حاجة ممكن تدمر الست. عيني ساعتها جت في عينه واتصدم لما شافني.
كان متوقع ان اصرخ واجري عليه اعمل اي حاجة، لكن كل اللي عملته بصيت له من فوق لتحت وكملت طريقي مع منى. رحت البيت وانا رجلي مش شايلاني، قعدت وفضلت بصة لبنت نور اللي كأني بستمد منها القوة، لكن شوية ولقيته داخل والشر باين عليه، وبدل ما يكون نظرته ليا ندم كانت نظرته كلها تحدي وغل. ومن غير أي كلام قعد يضرب فيا بكل غل. ساعتها لقيت نفسي بدفعه عني بقوتي وبقوله: انت ليك عين تضربني وانا شايفاك بعيني بتخني؟ رد عليا وقال لي: انا حر اعمل اللي انا عايزه، ملكيش عندي حاجة. اخدت بنتي ونزلت عشان اروح عند اهلي، لكن اهله وقفوني ساعتها وحاولوا يهدوني. بابا عمل تمثيليته المعتادة ونده عليه قدامي وقال له: ينفع كده يا عصام تضرب البنت تاني وكمان بتعرف عليها واحدة؟ بصلي بكل تحدي وقال له: سيبك منها، هي اتعودت على كده وقابلة، وانا اسلوبي كده لو كان عاجبها. الكلام نزل عليا زي الصعقة. عصام اعلنها صريحة قدام الكل. كلمت اهلي اللي جم بسرعة لما حكيت لهم اللي حصل. اخويا جه واتخانق معاه وقال له: انت ازاي تمد ايدك عليها وتضربها؟ عصام بصله بسخرية وقال له: يا سلام، وهي دي اول مرة؟ اختك متعودة على كده وعمرها ما اعترضت ولا حتى اشتكت، واحدة وقابلة الاهانة هعمل لها ايه يعني؟ كمل كلامه في صدمة مني وقال لهم: بقول لكم ايه، انا زهقت من بنتكم، يا ريت تاخدوها معاكم وانتوا ماشيين وورقتها هتوصل لها. ودي كانت تاني صدمة خدها من عصام. يا عصام، للدرجة دي كنت زهقان مني؟ للدرجة دي انا كنت عايشة في وهم كبير اسمه حبك؟ كنت بستحمل الإهانة والضرب وانا فاكراك بتحبني وبعديلك اي حاجة بتعملها فيا، وانت كل ده فاكرني سهلة؟ فاكرني بقبل الإهانة؟ خرجت من بيته وانا مش عارفة ان كنت عايشة ولا ميتة. صدمتي في عصام في الوجه المرعب اللي شفته منه بعد اخر قناع اتشال خلاني عايشة كأني في كابوس، خصوصا وانا شايفاه بيلم هدومي وهدوم بنته في الشنطة وبيخرجني من حياته بنفسه في وجع اكتر من كده ممكن حد يعيشه. فضلت عايشة في الحالة دي كام يوم لحد ما حصل الطلاق وما بقتش مراته. كنت على طول حابسة نفسي في اوضتي مع بنتي وعيني متعلقة على الباب، كنت مستنياه في اي لحظة يدخل عليا ويقول لي: سامحيني يا رحمة، انا غلطان وعايزك في حياتي من تاني. عقلي وقلبي كانوا رافضين يصدق اللي حصل، لكن هو ما كانش بيجي وما كانش حتى بيسأل عليا ولا على بنته، وكأنه مصدق خلص مني. وواحدة واحدة فقت للواقع اللي بقيت فيه، فقت الحقيقة اني بقيت متطلقة من الانسان اللي حبيته من كل قلبي. لكن لما فقت اتغيرت من جوايا. اصل الصدمة لما بتيجي من اللي بنحبهم بتوجع قوي وبتغير قوي. فقدت الثقة في كل اللي حواليا، بقيت شايفة الكل متآمر عليا، حتى اقرب الناس ليا. بقيت حساسة لأي كلمة بتتقلي. حتى منى صاحبتي لما كانت تحاول تقرب مني وتهون عليا كنت بزعق فيها واقول لها: طبعا شمتانة فيا، ولا تلاقيكي فرحانة ان بيتي اتخرب؟ مش ده اللي كنت عايزاه دايما وبتطلبيه مني؟ خلاص يا منى، بيتي اتخرب. ورغم زعل منى مني الا انها كانت مقدرة موقفي وفضلت واقفة جنبي وبتستحمل كلامي معاها. لكن الحال مفضلش زي ما هو. لما عرفت بعد شهرين ان عصام خطب واحدة غيري، وطبعا اتوقعت هي مين اللي كانت ماشية معاه، وبعدها على طول اتجوزوا. كان نفسي ادعي عليه انه يدوق من كل العذاب اللي دوقهوني، بس حتى دي ما قدرتش اعملها. ويوم فرحه فضلت اتخيله وهو قاعد جنبها فرحان ومبسوط. ساعتها وقفت قدام المراية وفضلت ابص على نفسي واضحك بهستيريا واقول لنفسي: زعلانة ليه دلوقتي؟ مش هو ده اللي حاربتي كل عشان تتجوزيه؟ مش هو ده اللي كنت بتقبلي ضربه وإهانته لحد ما شافك سهلة وفضل يدوس عليكي برجله في أي وقت؟ كنت فاكرة إنك بتحافظي على بيتك، تريبة رمل أي شوية هوا يطيروه. كان لازم تعرفي إن اللي بيحب حد ما يهونش عليه إنه يدوس على كرامته. ودلوقتي ما تلوميش أي حد على اللي حصل، الغلطة غلطتك لوحدك وانتي بس اللي هتدفعي تمنها.
ما تتصوروش ارتحت قد ايه لما واجهت نفسي بالحقيقة اللي كنت دايما بحاول اهرب منها. ويومها رحت البيت منى وحضنتها وطلبت منها تسامحني على اي كلمة قلتها لها، وهي كان حضنها واسع ليا وقلبها اقرب للسماح. وبعد اللي حصل فتحت صفحة جديدة للحياة وخرجت للعالم الواسع. اشتغلت واخدت كورسات وطورت من نفسي واهتميت ببنتي اللي بقت كل حياتي. حسيت قد ايه انا كنت عايشة حياة صعبة مع عصام، وعلاقتي بيه كانت علاقة ضلمة مش شايفة النور، العلاقة اللي نتج عنها نور بنتي وهي اللي محاولش يشوفها ولا يسأل عليها. بقت شايفة حياتي هي نجاحي وبنتي وبس. وأي حد سوى ماما وبابا أو أخويا كان بيفتح لي سيرة الجواز كنت بزعق وأقوله كفاية بقى، كفاية اللي شفته من الجواز، عايزيني ايه؟ أتجوز تاني وأتهان وأتضرب من تاني ويبقى معايا المرة دي عيلين 3؟ لا خلاص، الموضوع ده قفلته من حياتي. أنا فعلا كنت قفلت موضوع الجواز لأني كنت شايفة صفحة سودة مش عايزة أكررها تاني. وفي يوم عزمتني منى عندها على عيد ميلاد ابنها بعد ما علاقتي بيها بقت أقوى وأقوى من أي وقت، وهناك لقيتها هي وجوزها بيعرفوني على ماجد. ماجد يبقى صاحب جوز منى وأقرب صديق ليه، منكرش إنه شخصية تشد أي حد. أنا ارتحت للكلام معاه خصوصا لما حكالي على مراته اللي توفت بعد جوازهم بشهور وهي بتولد بنتهم، وإزاي الصدمة كانت كبيرة عليه وإنه كان بيحبها جدا وتأثر جدا بموتها. قلت لنفسي ساعتها صحيح اللي يشوف وجع غيره يهون عليه وجعه. ومر كام يوم ولقيت منى جايالي البيت وهي مبسوطة وبتقولي إن ماجد أعجب بيا جدا وطلب إنه يتجوزني. بصيت لها بضيق وقلت لها تاني يا منى، حتى انتي ما قلت الموضوع ده قفلته من حياتي وانتي عارفة. ردت عليا وقالت لي اسمعيني يا رحمة، مش معنى انك قابلتي انسان ما قدرش حبك ليه وطلع مش كويس ان الناس كلها زي بعضها. لازم تعرفي ان الغلط ما كانش غلط عصام لوحده، انتي كمان غلطتي لما قبلتي الاهانة وما اعترضتيش، واعتقد ان دلوقتي اتعلمتي الدرس كويس. رديت عليها وقلت لها بس انا خايفة اكرر التجربة دي تاني. ردت عليا وقالت لي مش هتكرريها يا رحمة، لان ماجد مش زي عصام. انتي مش رحمة اللي كانت من كام شهر فاتوا، انتي بقيتي اقوى واعقل وتعرفي تتصرفي وتحكمي على الامور صح. ادي لنفسك فرصة وما تقفليش باب الامل اللي قدامك. فعلا كلام منى خلاني اعيد التفكير في الموضوع، خصوصا ان ماجد شخصية جذبتني فعلا، ووافقت ان ادي ماجد فرصة انه يكون جزء من حياتي. وكان بالنسبة ليا احسن فرصة جاتلي تعوضني وتعوض نور عن كل الوجع اللي شفناه. منساش اول يوم اتكلمت فيه معاه وقال لي الجواز يا منى مودة ورحمة، وربنا حاطط لنا الاسس الصحيحة اللي نتعامل بيها، وطول ما احنا حاطين قدام عينينا رضا ربنا في علاقتنا ربنا اكيد هيبارك لنا. كلامه كان مريح ليا جدا، ورغم ان طلبت فترة خطوبة طويلة عشان اقدر اعرفه فيها كويس، الا انه في كل مرة كان بيثبت له ان فعلا مش كل الناس زي بعض، وزي ما في الوحش في كمان الكويس. واتجوزت انا وماجد اللي فعلا فتح قدامي باب جديد للامل. كان بالنسبة ليا نعم الزوج، وبالنسبة لبنتي نعم الاب، عمره ما حسسها غير كده حتى بعد ما جبنا ولادنا اياد وزياد. والنهاردة وبعد كل السنين بنتي اختارته يكون وكيلها في فرحها، ورفضت انه يكون ابوها الحقيقي هو وكيلها، خصوصا بعد ما سافر وما سألش عنها طول السنين اللي فاتت. قصتي هي رسالة لكل زوجة، ما تقبليش الإهانة مهما حصل. الجواز مودة ورحمة وتفاهم وحب. البيت اللي أساسه الإهانة للزوجة بيبقى بيت هش، أي شوية ريح ممكن يطيروه. ده ربنا قال عز وجل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.